لو سألتني ايه هي اهم حاجة او لو حاجة واحدة بس اي حد شغال في السوفت وير انجينيرنج محتاج يتعلمها، هجاوبك اجابة واحدة بس، هي الاي بي اي او بالتحديد RESTful APIs. الاي بي ايز مش مرتبطة بفريم ورك ولا بلغة برمجة معينة ولا بسيستم معين. الاي بي اي هي الكور بتاع اي سوفت وير سيستم موجود دلوقتي. زمان اول ما اخترعوا السوفت وير او اول ما بدات السوفت وير، الناس كانت بتكتب ابلكيشنز او سيستمز ضخمه جدا ومرتبطه ببعض موجوده على جهاز واحد اللي هو وليكن المين فريم، ومفيش اي احتياج لترابط بين كومبوننتس او سيستم مختلفه. ولكن مع الوقت السيستمز دي بدات تكبر جدا وبقينا نحتاج ان احنا نفصل ما بين الكومبوننتس المختلفه او اللايرز المختلفه ما بين اللي جوه السيستمز دي. يو اي غير بزنس لوجيك غير داتابيز وهكذا. فبدانا نحتاج ان احنا نعرف باوندريز او لايرز منفصله عن طريق حاجه اسمها الاي بي ايز. مع الوقت كمان ظهرت الديستريبيوتد سيستمز او الانظمه الموزعه بشكل كبير جدا، وده ادى لاحتياجنا اكتر لتعريف اللاير اللي بينهم دي او الطريقه اللي السيستمز دي او الكومبوننتس المختلفه دي هتقدر تتواصل مع بعض. وهنا كان الاي بي اي هو الحل لكل المشاكل دي. تفصيله كمان مرتبطه بالسيستمز والكومبوننتس المختلفه دي ان هم ما بيتكلموش نفس اللغه، او كل ابلكيشن او كل سيستم منهم ممكن يكون معمول بطريقه مختلفه بلغه برمجه مختلفه او بفريم ورك مختلف. طب ايه اللي هيخلي السيرفيسز دي او الكومبوننتس دي تتكلم مع بعض؟ كان لازم يبقى عندنا طريقه موحده نعرف نخلي السيستمز دي تتكلم مع بعض. وهنا ظهر الاحتياج لان احنا نعمل ستاندردز حوالين الاي بي ايز دي، طريقه موحده او فريم ورك واحد الناس هتبتدي تستخدمه علشان خاطر يعملوا تعريف للاي بي ايز، يعملوا ديزاين للاي بي ايز دي. بغض النظر عن الهيستوري ده او ازاي التطور ده وصل لمرحله الريستفول اي بي ايز، عشان كان في محاولات تانية بستاندردز مختلفه، ولكن وجود ال HTTP بروتوكول والانترنت والويب الجوريزمز او الويب كونسبت عامه اتاح لنا فرصه ان احنا نستخدم ال HTTP بروتوكول ده في تعريف RESTful APIs، وبقت هي دي الطريقه المثاليه للتواصل او للانتجريشن بين السيستمز. بقى عندنا بين الاي بي اي بين الفرونت اند والباك اند بيكلموا بعض عن طريق RESTful APIs، السيستم ده وسيستم تاني بيكلموا بعض عن طريق APIs. اي تول عندك انت مثلا بتستخدم الكوماند لاين في الديف اوبس، اي انتجريشن بين تو سيستمز، اي انتجريشن في سيستمز مختلفه، في الاخر ده بيترجم ل RESTful APIs، والسيستمز دي بتكلم بعض عن طريق الاي بي ايز دي. في انواع تانية طبعا من الاي بي ايز غير RESTful APIs، بس اكثرهم انتشارا وزي ما تقول كده اكتر حاجه سكيلابل وسهله الاستخدام وتقدر السيستمز كلها تتفاهم بيها هي الريستفول اي بي ايز، لانها مبنيه على HTTP بروتوكولز اللي هي اوريدي كل السيستمز تقدر تتعامل معاه بسهوله. مع الوقت ظهرت احتياجات لمعرفه الاي بي اي اكتر من كونها انتجريشن بين السيستمز، بقت هي اللي بتعرف الباوندريز بتاعه كل سيستم. السيستم ده هيبقى مسؤول عن ايه، الاونر شيب بتاعه السيستم، ايه السيرفيسز، ايه الخدمات اللي هيعرضها لك السيستم، اللي هيعرضها لك الابلكيشن اللي انت بتعمله او اللي انت هتعرضها للناس. دي برضو بتترجم عن طريق الاي بي ايز اللي الكومبوننت او السيستم ده بيعرضها او امبلمنتد عنده. علشان كده بقت الاي بي اي هي اللغه اللي حتى في الديزاين بنتكلم بيها. لما بنيجي نديزاين سيستم او لما باجي اتعامل مع السيستم بتاعك بتكلم معاك باي بي ايز، بنناقش الاي بي اي، بنناقش الاند بوينتس اللي في الاي بي اي والفانكشناليتي اللي هيديها الاي بي اي وازاي استخدمه. بقت المشاكل اللي بيحلها الاي بي اي قصادها مشاكل تانية بتظهر لو الاي بي اي معمول غلط، لو في مشاكل في ديزاين الاي بي اي. ريستفول اي بي اي مش ماشي على الستاندرد صح. اديك مثل على حاجه لو اتعملت غلط ممكن تعمل مشاكل كبيره جدا في اي حد بيبيع او اي بي اي او عنده سيستم في اي بي اي سيستم زي ما بتستخدمه، او حتى لو باك اند وفي فرونت اند بتستخدمها. هي فكره الفيرجننج. يعني ايه فيرجننج؟ يعني انا عملت نسخه من الاي بي اي ده وبعدين عايز اطورها. الابروتش اللي همشي بيه علشان خاطر احط نسخه جديده او اطور الاي بي اي ده
مهم جدا اكون ماشي صح علشان ما احطش حاجه اسمها بريكنج تشينج، حاجه غلط تخلي الناس اللي عندها سيستمز متعوده على الاي بي اي القديم، بتستخدم الاي بي اي القديم، تيجي تتعامل مع الاي بي اي ما تشتغلش صح. دي واحده من المشاكل اللي الناس اللي بتتعامل مع الاي بي ايز ممكن تقع فيها. علشان كده فهم الريستفول اي بي اي كونسبت وفهم طريقه تصميم الاي بي اي بغض النظر عن لغه البرمجه اللي هتستخدم او بغض النظر عن الفرونت اند فريم ورك اللي هيكلم الاي بي اي، دي حاجه مهمه جدا لاي حد شغال في السوفت وير انجينيرنج، سواء كان ديفلوبر، فرونت اند انجينير، باك اند انجينير، انفراستراكشر، داتابيز، بروجكت مانجر، لان كتير من الامبلمنتيشنز بتتم عن طريق تصميم الاي بي اي الاول وبعدين تصميم وبعدين امبلمنتيشن للبروجكت. فبالتالي البروجكت مانجر لازم يكون فاهم يعني ايه اي بي اي والناس شغاله ازاي على الاي بي اي ومراحل التطوير. السكرام ماسترز، الناس اللي شغاله في الداتا والماشين ليرنينج، كل الناس اللي شغاله في سوفت وير انجينيرنج لازم تكون فاهمه كويس اي بي ايز وتكون فاهمه ازاي تصميم الاي بي اي بيحصل وازاي نستخدم الريستفول اي بي اي. امتى في الكارير بتاعي انا محتاج اتعلم اي بي اي؟ يعني هل انا محتاج اتعلم اي بي اي في الاول خالص ولا محتاج اتعلم اي بي اي بعد ما اتعلم لغه برمجه او اتعلم كونسبت بتاعت البروجرامينج؟ انا بقول في اي وقت، اي وقت تقدر تتعلم اي بي اي او ريستفول اي بي اي، خصوصا المبادئ العامه وطريقه استخدام الريستفول اي بي اي وايه الكونسبتس اللي بتستخدمها علشان تعمل اي بي اي مظبوط. لو انت حابب تفهم التيمز الكبيره بتشتغل ازاي، بيعملوا اي بي ايز عامله ازاي، اتعلم ريستفول اي بي ايز وتعلم بتستخدمها ازاي وتعلم الكونسبتس المختلفه زي الجيت والبوست والديليت وازاي بنستخدم ال HTTP ميثودز دي عشان نعمل اي بي ايز مظبوطه وازاي نصمم الاي بي اي صح. ده خلاني اوصل لنقطه لان انا هعمل كورس كامل عن الريستفول اي بي ايز بكل التفاصيل دي، بازاي نعمل اي بي اي مظبوطه وازاي نتعلم الكونسبتس بتاعه الريستفول اي بي ايز، ازاي نشوف الديزاين الصح للاي بي ايز، ازاي نعمل اوثنتيكيشن، ازاي نعمل فيرجننج وكونسبتس تانية كتير مرتبطه بالاي بي ايز، خصوصا ريستفول اي بي ايز، علشان خاطر تبقى فاهم الانظمه الكبيره بتتعمل ازاي، وخصوصا الانتجريشن مع اي نظام، وتقدر تتكلم في ديزاين الاي بي اي مع اي تيم. ولو انت شغال في تيم بيعمل اي بي ايز وبيعرضها لناس او لفرونت اند انجينير، تبقى انت فاهم الكونسبت دي شغاله ازاي وعارف تصمم او عارف تامبلمنت اي بي ايز. وكمان لو انت فرونت اند انجينير كمان تقدر تفهم هو الباك اند انجينيرز او الباك اند تيم بيعمل ايه وايه الاوتكم اللي انت مستنيه منه بشكل منطقي. انا ان شاء الله هبدا السلسله دي قريب، وهنبتدي بالتفصيل بكل الكونسبتس بتاعه الريستفول اي بي ايز واحده واحده بطريقه توصلك لفهم كويس من اول الاساسيات البدائيه خالص لغايه الادفانسد كونسبتس بتاعه الريستفول اي بي اي. وان شاء الله ده هيوصلك لمرحله كويسه قوي في فهم الريستفول اي بي ايز، وتقدر تعمل اي سيستم بيستخدم ريستفول اي بي ايز، او تقدر تجاوب اسئله الانترفيوز المرتبطه بالريستفول اي بي ايز، وخصوصا السيستم ديزاين لانها بتعتمد بشكل كبير قوي على الاي بي ايز. اي انترفيو سيستم ديزاين هيكون 70-80% منه مرتبط بتصميم الاي بي ايز. ان شاء الله الكورس هيطلع قريب، ويا ريت خليكم متابعين، وهننزل بفيديوهات الكورس واحده واحده. كل حاجه ان شاء الله هتكون في وقتها بشرح مستفيض وبطريقه توصل لكم الفهم بشكل مباشر. بس دي اهميه ريستفول اي بي ايز والحاجات اللي محتاج تفهمها في ريستفول اي بي ايز علشان خاطر تقدر تكون ديفلوبر شاطر وتلاقي فرصه كويسه وتقدر تجاوب في الانترفيوز. وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تكون اضافه للكونسبت دي واضافه ليك. سلام عليكم.